الكل فيها مرتحل، ويوم عنها راحل. مصيرك مجهول ما يعرفه حد. وإن سألت هو واحد ما يرد أحد. الشر مستتر خفي، الخير ظاهر جلي. الرزق مقسوم للفقير وللغني. رفيقك صاحبك احذر لا يسحبك. الوقت سيفك لو ما تقطعه قطعك. من يطلب الحق أبصر بقلبه، أعمى البصيرة لا يلوم غير نفسه. وصل الوصل أوى، هل لك عضل ولمحرم تأسيك مثلت أقدم لك فعل بك بجنب وصل الوصل أوى، هل لك عضل ولمحرم تأسيك مثلت أقدم لك فعل.
بين كل جبل وجبل ناس عايشة بين اليأس والأمل. من تمسك بالأمل وصل، ومن سكنها اليأس رحل. منتهى ما في شيء انتهى. شوفي للماء بتلقى غايتك وبتروي الظما. تعالي لجبل سيف ولا تسأليني كيف. ايوه يا عم شو تأخرت. فين انت؟ ساعة ونص وانا عندك. ساعة ونص كثير. المهم لا تتأخر، معنا 1000 شغلة. المهم انت خلصت؟ خلصنا كل شيء، ما باقي الا الحصاد. امورنا طيبة. ما عليك، خلي الحصاد علي. المهم ما تمشي الا وقد جيت لعندك. حاضر ولا يهمك. يلا في امان، مع السلامة. ليش بتلاحقني؟ ما تشتي مني. أنا مرسل من نشوان ويقول ليش لا تروحي بعدها المكان خطر. الكلام هذا ما هوش مهم، أنا عرفت مكانه وبروح لعنده. الروحة مش سهلة، المكان خطر. جبل سيف خطر على منتهى. أنا كنت عارفة نشوان عارف مكان ابني، وإحساسي يقول لي بروح لعنده وما برجعش مهما حصل. كم أكره السفر بالباصات. الصبر ما هو إلا اليوم. غلطتي إنني صدقتك، كان المفروض نسافر بالسيارة. السيارة ما تكفيش شنطك. إيش قصدك؟ ماهر طفي السيجارة.
الرجال بيموت من الدخان يا عم اكرم. اسفين يا استاذ عبد الله، اسفين. يا جماعة الخير متى بنوصل؟ ساعتين تقريبا. كثير. اسرع. لا تصدقوش، عاد نحن بحاجة رواحنا. سوق على مهلك ولا تستعجلش. اسرع وانتبه علشان نوصل على الظهر. أين لجبل سيف هنا؟ لن طريقك يا ابني. فين طريقك انت يا خالة؟ أنا اشتي لجبل سيف. جبل سيف؟ أيوة. ايش معك؟ قل لي بتوديني ولا لا؟ ممكن اوصلك لطريق الجبل لكن صعب ادخل. تمام، المهم كلميني لأن أنا ما أعرفوش. يا خالة تعالي مكاني. أجلس مكانك يا ابني، أنا أجلس خارج أشم لي هوا ربي. الله صدر علينا. ولا كنا رحنا فيها. مش انت اللي غلت الاسرع؟ باين من العجل حقك ان فيها مشاكل، وكان المفروض انك تتفاقد باصه قبل ما تسافر. انزلوا يا جماعة، استراحة لما اصلح العجلة. ارتحت بعد السرعة حقك. أعوذ بالله من الطبع هذا. الله محلى المنظر. ليت معانا بيت هنا والله. وعد مني يا خليل، أو يتحقق الذي في نفسي، نبني لك فيلا على راس هذا الجبل. إن شاء الله. مالك مضايقة؟ بعد كل اللي تشوفه وعدك تسألني؟ الصبر، وصدقيني ما عتندم. صبري قليل وروحي ضيقة. اشرب يا بابا. هذه الرحلة مختلفة، وانت عارفة انه احنا ما نقدر نسافر بسيارتنا لوحدنا. تفضلوا يا جماعة معانا. من وقت ما خرجنا وانت ماسك التليفون. من أول ما طلعت الباص أنت تصور. ما تعبتش؟ لا تقلقي، احنا بنحاول نتفاقد المحل والمعرض. أحب التصوير، وتقدر تقول مهووس بالتصوير. ليش ما قلت لهمش انك بتسافر يومين وبترجع؟ واضح. بس هل معك من التصوير هذا فايدة ولا هوس على الفاضي؟ انا ما كلمتش حد، مشان العمال ما يسهلوش في العمل. أكيد إن الكاميرا فايدة، هذه مصدر رزقنا، وإحنا ما خرجناش إلا عشان مشروع مهم. إيش المشروع؟ كمكره المحل والعمال اللي فيه بو. هي قصدها الاستوديو، معانا استوديو تصوير. ما قلت ليش، أنت مزوج أو لا؟ لا. وهذا حب المحل الذي جمع بيننا. إذن بنفرح فيك. اتزوج واتصل بي، وأنا اللي بصور عرسك. هذه خزنة الشحن قبل ما يطفى التليفون. ماهر مسعود عبد الرحيم، مدير شركة رؤيا للخدمات الإعلامية والتصوير الرقمي. مش عارفة فين الخازن حق الشاحن. وهذه عزة خطيبتي، وتشتغل معي بنفس الاستوديو، وكمان بتدرس إعلام، وحاليا بتحضر مشروع تخرجها. ما شاء الله. وهذا بي وسندي وقدوتي في الحياة. ما سبعوش تعارف. حياك يا عم. الله يحييك يا ابني. ما عرفتناش عليك. ربيع محمد قاسم. وتشتغل في الباص هذا؟ أنا وخين اشتغل فوق الباص.
واشتغل كمان مدرس تاريخ في مدرسة ثانوية. يعني مكافحين في هذه الدنيا. التدريس مهنة محترمة، والشغل ما هوش عيب أو تقليل من كونك أستاذ. الله يحفظك يا عم عبد الله، شكلك إنسان متعلم ومثقف. بابا درس جامعة قسم التاريخ. شكلكم الاثنين بتتفقوا مع بعض. من أول تتعارفوا. تعالوا كملوا كلام داخل الباص، بالمرة أعرفكم عليا وعلى زوجي. يا الله مخرجك، ما جيت تتعطل الا اليوم هذا. انا ناقص نكد، هو يوم نحس من اوله. ده الحين ولا ايش اقول لهم؟ إذا قلنا لهم تعطلت السيارة ما حد هيصدقني. يا ما رايك يا صاحبي؟ ده الحين معانا عمل والجماعة منتظرين. توكلنا. انشتي يا اخي. اشيلها مفرق الوادي. اي وادي؟ على بعد ساعة من هنا. طيب تفضل. بارك الله فيك. العفو منكم يا جماعة. لا مش حاجة، الناس لبعضها. ما بنسمعش من صوت الأغنية عالي شوية. شكلك بتحب الطيور وتهتم بها. ومنو ما يحبش الطيور أصلاً؟ أني شوفي يمكن تحبي. خليك بعيد لا تقرفناش. ريحته لمن عندي. شكلها ظريف. ايش اسمه؟ سعيد.
اسمه سعيد لأنه وجه السعادة علي. هيا، الله يخلي سعيد لسعيدة. هذا صورتكم عتنتقلوا لمكان ثاني ولا إيش؟ لا، ما حد بينتقل، دي كلها حاجاتي. يا الله، ايش الصوت هذا؟ من الشرق. يا رب استر على عبادك. شكله قصف الجبل. يا الله استرك، اسرع اسرع يا اخي اسرع. ايش تلحق ابني؟ ايش في؟ يمكن حادث. ما أظنش إنه حادث. شوفوا غبار. لحظة لحظة، أنا شزر السرعة. عفوا يا أخي، إيش الذي حصل؟ انهيار صخري شكله من الانفجار. يا الله سترك. قل لي ما حد تضرر؟ الحمد لله ما في اضرار. شكلهم مطولين؟ كده اتصلوا الهيئة العامة للطرق وهم بالطريق. يعني ننتظر وايش؟ نصيحتي ترجعوا، الطريق مغلقة. بعد هذا الوقت كله نرجع؟ لا، كيف نرجع؟ ما فيش طريق غير هذه. ارجعوا للخلف، فيه شارع ترابي وعير قليل نهايته على مفرق الوادي. أيوة، هو هذا الذي يشتي مفرق الوادي. منه كم صدق؟ بنمشي الطريق اللي قال عليها؟ ما ننتظر ولا نرجع المدينة؟ صعبان نرجع. إذا راجعين نزلتوني هنا، أتعلق لي مع أي سيارة. أنا تأخرت كثير. لا لا، قل لي أنت تعرف الشارع الفرعي هذا المدري الطريقة اللي قال عليها؟ لا ما أعرفهاش لكن نسأل. يا جماعة كل السيارات بتلف وتطلع المنحدر. لا تنسي يا سواق، نزلني عند جبل سيف. طيب يا حجة. والله خارجنا من جبل سيف. ها؟ ايش حصل؟ حفرة. كن انتبه وركز على الطريق. ايش اسم الجبل هذا؟ هذا اسمه جبل سيف. أول مرة أسمع عنه. جبل سيف؟ جبل سيف نسبة إلى البطل اليماني العظيم سيف بن ديزن اللي حرر اليمن من الاحتلال الحبشي سنة 599 ميلادية. ويقولوا أبوها القيل أبو مرة الفياض أجا إلى هذه الجبال الحصينة هو وأسرته. زوجته ولدت ابنه سيف في هذه المنطقة. أها، هذه المعلومات ما سمعتها. مهر، هذه المنطقة احتضنت المقاومة اليمنية الباسلة
للمحتلين الأحباش، وفيها قلاع وآثار كثيرة للملوك الحميريين. ما شاء الله، هذا شكلك من أبناء المنطقة. أنا ولا قد سمعت عن هذه المعلومات. وحتى أنا ومستغرب، جبل مثل هذا ما نعرف عنه شيء. في معالم كثيرة إحنا ما نعرفها ومش مدركين قيمتها التاريخية. تاريخنا عظيم ولازم نقرأ عنه. الكتب يا بنتي تباع على الأرصفة لكن من يقرأ. إلا ما قلتوا لي أين أنتوا رايحين؟ ايش في؟ تقفلت الطريق، يمكن انهار الجبل أو شيء. وكيف بنوصل جبل سيف؟ جبل سيف أمامك. امسك ادي هذا للسواق. تعال ساعدني امسك الشنطة. فين رايحة؟ بطلع الجبل. هات. انتظري ينفتح الطريق. الطريق مغلقة، والحل ننتظر أو نرجع. حساب الحدود. قلت لك يا مكرم اني مش اموت. ايش حصل يا اخي الباص؟ بنزل شوف الان. أنا أنزل معك. وحظي اليوم هذا لا تمشي مع المنحوس ينحسك. ايش فيه؟ سرب الزيت. وكيف؟ بمشي لاخر الطريق واشوف اذا في محطه او ورشه. طيب انا بنزل معك. هيا. الحين ايش نسوي؟ نمشي باتجاهنا لما نوصل الى مفترق الوادي. عمري ما بسامحك على هذا اليوم يا مكرم. يا ربيع خذ هذه يا ربيع. يا أخ، في دكان في هذه المنطقة
اسمع مني يا الغريب، ما في دكان قريب. كنا نشي ما نشرب. خلف هذا الطريق بتلاقوا شلال عريق. تشتري كفن يغطي الراس والبدن. الكفن كسوتك تحت الأرض ولحافك إلى يوم العرض. ايش بيقول هذا؟ اسمعوني، خلونا نرجع. نرجع يا بابا. المهم نرجع، ما حيتجينا. نمشي معهم أكيد بنوصل لطريق. نمشي على طول لمفترق الطريق، يمكن نلاقي مخرج أو منطقة نرتاح فيها شوية. ما تقلق يا عم عبد الله، ما بيحصل شر. ان شاء الله نوصل لمفرق الوادي ونخرج، او نلاقي حد ياخذنا معه. ايوه كلام ماهر صح، ما بنرجعش الطريق هذه كلها وما عاد باقي لنا القليل ونوصل. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. وعليك السلام. ممكن تسقينا يا بنت؟ كما قد احنا نموت عطش. سلامتك من الموت يا حالي الصوت. بسم الله. أكرمك الله وسقاك من حوض الجنة. شوف يا مكرم، هذه قرية ولا لا؟ إلا قرية. خلونا نروح نرتاح بعد تعب اليوم هذا. قولي لي يا بنتي، عن طريق مفرق الوادي؟ يا ابن الجوادي، مفرق الوادي بعد الديار والبوادي. ايش قصدها؟ بعد القرية الذي أمامك. القرية هذه شكلها منتهي. يا غريب كن أديب. شفتي القرية عزة؟ ايوه يا بابا شفتها. بسم الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام يا عمة السلام. أشتي أسألك، شفتي صاحب هذه الصورة؟ صاحب هذه الصورة في بيت من بيوت المعمورة. لك الحمد يا الله. بس في أي بيت؟ هاي فين رحتي؟ منتهى راحت، ما تسمع الكلام. عملنا واجبنا ونصحناها. من متى وانتي هنا؟ بالأول اشربوا وبعدها اسألوا. شربت الحمد لله. من انتي؟ أنا رميم هارون، حفيدة الشيخ ممنون. حيا بنتي، قولي لي ما شفتيش ابني هنا حولكم؟ هذه صورة ابني مالك، ها؟ قولي لي شفتيه هنا؟ صحيح، ولدك المليح بتلاقيه في القرية بين التراب والريح. أول مرة أسمع كلام زي كلامك. من وين أنتِ؟ الناس أغراب إلا أن يتعارفوا. خيرة الله. الحين قولي لي وين القرية الذي فيها ابني؟ امشي باتجاه الغرب وانسي التعب، بتشوفيه في قرية ماء الذهب. ماء الذهب؟ أجيال كانت تملك حلم، سعت وشيدت بالعلم، ضحت بالولدان والدم، من شاف ليس كمن سمع، من يشرب من العين طمع، جنتين وأرض سعيدة وتلاع شاهقة عتيدة. القطوف أشكال وألوان، الحجر زمرد ومرجان، الذهب جاه وعز سلطان، أولاد البطن
زينة، حكم الأرض، فتنة، العهد مجيد، الأجل موعد، الإرث شاهد، غامض، عميق، مدفون في جروب جبال بوادي سحيق، لا يعرف الإنس لها طريق. سكناها حرسناها بأسوار اللهب، لا يقترب إنسي ولا يمسي إذا منها اقترب. النقي البار تكشف له الأسرار، للباب مصراعين سوى ماء ذهب، للباب مصراعين في العين سوى ماء ذهب. مش في الزمن، في الناس تلقى العجب، مش في النتيجة الغرابة، في السبب، مش في المتاهة، في النفوس التايهة. كم خير ظاهر عن ضياء العين احتجب، لا شيء تغير فيك يا طبع البشر. صاحت نقوشك كلمك حتى الحجر، سيبت للمجهول ظلك والأثار، ولقيت نفسك مثل ريشة في مهار. رخصت غالي يوم غليت الرخيص، بس الذهب يا صاحبي يبقى ذهب، بس الذهب يا صاحبي يبقى ذهب.